عمرك عرفت عربيتك بتحب ايس كريم ايه؟ انا اعرف واحد عربيته ما بتحبش ايس كريم المانجا. هو العربيه كمان هتحب ايس كريم او ما تحبوش؟ واحد في امريكا اشترى عربيه جديده، كل ما يروح يشتري ايس كريم مانجا يرجع يدور العربيه ما تدورش. يشتري ايس كريم فانيليا يرجع يدور العربيه تدور. جرب الموضوع ده مره واثنين وثلاثه، قال يمكن صدفه. عدى اسبوع وراح تاني اشترى ايس كريم مانجا يرجع يدور العربيه ما تدورش. الراجل لا، قال ده كده في مشكله. راح مكلم خدمه العملاء يقول لهم انا كل ما باجي اشتري ايس كريم مانجا العربيه ما تدورش، اشتري ايس كريم فانيليا العربيه تدور. طبعا موظف خدمه العملاء قعد يضحك وقال له خلاص يا فندم هنشوف المشكله دي ونرجع. عدى اسبوع اثنين ثلاثه ما حدش سال في الراجل، وطبيعي ما حدش يسال فيه. راح الراجل عمل شكوى رسميه لشركه شيفروليه وقال لهم انا بيحصل معايا كذا كذا، وقدمت شكوى لخدمه العملاء وما حدش رد عليا. خدمه العملاء خدت الموضوع جد شويه وبعتوا له مهندس من مركز الصيانه يشوفوا الموضوع ده فيه ايه. المهندس راح ركب مع العميل، راحوا يشتروا ايس كريم المانجا، فعلا العربيه ما دارتش. اشتروا ايس كريم الفانيليا العربيه دارت. طبعا المهندس اتجنن، الموضوع ده هو العربيه كمان هتحب ايس كريم او ما تحبوش؟ المهندس فكر وقال انا هبدا ابص للموضوع بشكل عملي شويه، اكيد الموضوع ملوش علاقه بايس كريم يعني. راح المهندس حسب الوقت لقى لما بيروح يشتري ايس كريم الفانيليا الحاجه بتبقى قدام الراجل بياخدها وبيروح على طول. لما بيشتري ايس كريم المانجا الموظف في محل الايس كريم بيأخر شويه لما بيدخل لجوه وبيرجع تاني، فبتاخد وقت، فالموتور العربيه بيبرد وبيحصل حاجه اسمها فيبر لوك. الفيبر لوك ده سبب عطل فني في تصنيع العربيه، فالموضوع ملوش علاقه بالايس كريم. كل الحكايه انك لما تجيلك شكوى لازم تتاكد ان الشكوى دي اكيد وراها حاجه، دور واعرف، واهم حاجه ما تعديش اي حاجه او اي معلومه تعدي عليك من غير ما تعرف ليه. على فكره دي قصه حقيقيه حصلت مع شركه شيفروليه في امريكا، وبعد القصه دي شيفروليه خدت احسن خدمه عملاء في السنه اللي حصل فيها الموضوع ده. هقول لك